بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر والدي وارحمهما واجعلهما في الفردوس الأعلى، هما وسائر موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله حنحضر معكم وصفة جديدة، بوراك بالبطاطا مع مكون سري لزاد بنة على بنة. خليكم تسمعوا القرمشة. جا ربعة ربعة شهيتكم في الجنة، مشخشخ بالتفرميج جا مبارطاج. نبدأ إن شاء الله في المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا عندي البنات كمية من البطاطا حنمعسها بهاد الأداة، كيما تقدروا ديروها بالفرشيطة، تحبوا تفوروها تحبوا تغلوها كيما تحبوا. المهم البنات لازم تمعسوها وهي سخونة، متخليوهاش تبرد تمعس معاكم بكل سهولة. عندي فرماج شيزي، ديروا أي جبن عندكم، تاع البيدون تاع الشاف كيما تحبوا. هنا عندي 3 طراف تاع الفرماج شيزي، راح نضيف الدبشه او المعدنوس، وهذا المكون السري تاع الدبشه والقارص. واش نقول لكم، زادلو بنه على بنه. ضفت نصف ملعقه صغيره من الهريسه، كيما شفتوا الكميه البطاطا لاباس بها اللي حطيتها، نص مغرفة هريسة. راح تزيد لكم في النسمة فقط تاع البطاطا تجيكم منسمة وبنينة، مش حتجيكم خلاص حارة. من بعد حندير نص بالهريسة ونص بلا هريسة، نزيد نعاود نمعسها مليح. هنايا كيما راكم تشاهدوا الخطفة تاعي ولا الديول، حنا في قسنطينة نقولوا الخطفة. نهز كمية ما شاء الله لاباس بها، نديرها حربوش. راح ندير نصف الكمية تاع البوراك بالطول، ونص كمية نديرهم شوية قصار، نص درتو طويل ونص نديرو قصير كما شفتو في بداية الفيديو. هنا عندي جبن تاع شيزي ايضا، نقسم الحبة تاع الفرماج على النصف وندير هكا البنات، نطوي كما راكم تشاهدوا. نحط البطاطا فوقها الفرماج، نطوي الطبقة الأولى، نطوي الجوانب ونبدا نرولي. هنايا بالنسبة للمبتدئات ما يتحلش معاكم البوراك في المقلة، حطوا كمية قليلة من البطاطا بهذا الشكل، ومن بعد طويو حتلصق بكل سهولة. نزيد نحضر معاكم وحدة ثانية بالهريسة كما راكم تشاهدوا، طريقة سهلة. والبوراك تاع البطاطا لازم يكون حاضر في شهر رمضان المبارك. أنا نسيت البنات ما ضفتش الزيتون أخضر، تقدروا تضيفوا زيتون أخضر، تقدروا تضيفوا زيتون أسود، تقدروا تضيفوا علبة تاع تونة. أنا درتو فقط بالقارص والدبشة أو الكزبر والهريسة والفرماج. باش نقولكم جا بنين، جا روعة، عجب كامل العائلة. حنحضر معاكم إن شاء الله بوراك تاع الدجاج. هنايا كيما شفتوا هذا بالهريسة، دوك نكملهم كامل بنفس الطريقة. هنا باش نلصق شوية تاع بطاطا، نطوي هذيك الحاشية غتلصق معاكم بكل سهولة. هنا راني كملتو كامل. حطيت المقلة تاعي تسخن، النار تكون متوسطة، حطيت كسكاس، حطيت فيه الصراف تاع الكاروط ولا حطوا ورق مصاص كيما راكم تشاهدوا. بعد ما غلات الزيت تاعي نبدا نقلي في البوراك بهاد الطريقة. ما تقلبوه ما والو البنات حتى تشوفوا الحاشية بدات تحمر، باش تبداو تقلبوه كيما راكم تشاهدوا. تبقاو تقلبوه وهو مازال ما طابش، راح ما يجيكمش مقرمش. خليوه البنات حتى يحمر من الاسفل باش تقلبوه الجهة الفوقانية. انا نقطرو مليح من الزيت، وهذا سر ايضا تاع الكسكاس، تحطوه يوقف باش يقطر معاكم ويحافظ على القرمشة. نزيد نكمل الحبيبات اللي مازالوا لي بهذا الشكل، نقليهم بنفس الطريقة. وهنا اللي كملتو البنات. أعزائي المشاهدين، الوصفة تاعي راهي جاهزة وحاضرة كيما راكم تشاهدوا، بوراك بالبطاطا بدون لحوم بدون دجاج، جا روعة روعة، شهيتكم في الجنة، مقرمش. اسمعوا لي ديك القرمشة. نتمنى الفيديو ينال حقه من المشاهدة، تبارطاجيو الوصفة مع الأهل والأحباب، ما تبخلوش عليا بالجام والتعليقات. صحة سحوركم، سلام.